اليومين دول باير ماركت. يعني ايه بالنسبة لك انت؟ معناها ان عدد الناس اللي بتشتري اقل بكتير من الناس اللي بتبيع. اللي بيشتري عاوز يفاصل، حلو فاصل، بس بقى فاصل بطريقة ذكية. ازاي؟ هتسأل اللي بيبيع ان هو يديلك سيلر كريدت. يعني ايه بقى؟ نشرحها واحدة واحدة. سيلر كريدت معناها اللي انت بلا تنزل السعر، مثلا البيت ب 500 هتنزله ل 450. طيب ما هو كده انت هتدفع الداون بيمنت زائد الكلوزنج كاست. طب ما تخلي الكلوزنج كاست على السيلر. يعني ايه؟ هتقول لا يا عم انا هشتري منك ب 475 بس اديني 25,000 كريدت. طيب عشان بس الحاجات القانونية تبقى مظبوطة، في نوعين من اللون، واحد بيديلك 3% كريدت وواحد تاني بيديلك 6% كريدت. هنحسب الحسبة تاني. لو البيت ب 500 يبقى 3% يبقوا كام؟ يعني 15,000. 15,000 دول هيساعدوك تدفع الكلوزنج كاست اللي هي الاسكرو والتايتل والحاجات دي كلها، وممكن تشتري بيها ريت، تقلل الريت، بدل الريت كذا يبقى بكذا. طيب النوع التاني بيديلك 6%، يعني 5 في 6 ب30,000، فبرضه هيساعدك اللي انت تشتري ريت وتدفع كلوزنج كاست. يبقى انت اللي طالع من جيبك وبس الداون بيمنت فقط لا غير. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير. لو عاوز تحجز ميعاد معايا ونتكلم مع بعض عن طريق زوم، روح على gmbrokerage.com ونتكلم مع بعض. مستنيكم وربنا معاكم.